طيب، مساء الخير عليك زميلي هشام، مساء الخير على ضيوفك الكرام، مساء الخير على كل مشاهدي بي إن سبورتس. اولا حجازي كما ذكر لي طبيب المنتخب منذ قليل، سألته لأتأكد، قال لي ومن قال أن حجازي مصاب؟ هذا كان الرد. حجازي لديه إجهاد في العضلة الخلفية منذ أيام، وحجازي مثله مثل بقية اللاعبين الذين لديهم إجهاد. أنا كنت في حوار خاص أو حصري مع بي إن سبورتس مع أحمد حجازي بالأمس قبل ميران الأمس، أو عذرا بعد ميران الأمس، وذكرت وقلت له يعني نريد أن نطمئن الجماهير على حالتك. أخبرني بأنه يعني لدي إجهاد مثل بقية اللاعبين، ونحن نتعرض يوميا لعمليات استشفاء وذلك لراحة العضلات، لأنه كان هناك ضغط للمباريات خلال الفترة الماضية. حجازي شارك خلال ميران اليوم. حجازي أنهى الميران وجاء إلى فندق الإقامة وتناول وجبة العشاء ثم ذهب إلى غرفته. هذا هو الواقع الذي يعني لمسته هنا في فندق الإقامة. هذا بالنسبة لي أحمد حجازي. إذا كنت تريد زميلي هشام أن نطلع على بقية الحالات، طبعا كما علمت طبعا يهمنا موضوع رسميا لن يشارك في مواجهة الكاميرون. شارك خلال ميران اليوم. تفضل سامعك. لا ويل كان بيقول لي كوكا. تفضل. ماشي أحمد حسن كوكا شارك خلال ميران اليوم، شارك معظم الميران، ولكن في آخر 10 دقائق شعر بآلام في عظام الحوض. نعلم جميعا أن الإصابة بالتهاب في عظام الحوض، الأمر الذي أدى إلى آلام يعالج كوكا خلال اليومين الماضيين منها أو من أكثر من ذلك يعني. ولكن أحمد حسن كوكا شعر بالآلام وخرج، يمكن كان متأثرا وباكيا لأنه علم أن تجدد الإصابة سيمنعه من المشاركة مع منتخب مصر، وهو يعني كان في حالة نفسية سيئة. نذهب إلى العنصر الآخر وهو محمد عبد الشافي. شارك خلال ميران اليوم، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للقاء غد، ولكن من المتوقع أيضا أن يبدأ إكتور كوبر المباراة في أحمد فتحي يكون على الجانب الأيسر وأحمد المحمدي على الجانب الأيمن. نذهب إلى محمد النني. محمد النني شارك خلال ميران اليوم ولا توجد مشكلة لديه، وسيكون بإذن الله أساسيا خلال لقاء غد بإذن الله أمام الكاميرون. إذن التشكيلة وفقا للمعطيات هذه ستكون على النحو التالي: عصام الحضري أمامه قلبي الدفاع أحمد حجازي، وإلى جواره علي جبر. طيب، أحمد حجازي أي مشكلة ستحدث سيكون البديل سعد سمير مثل قال كابتن وائل جمعة منذ قليل. على الجانب الأيسر أو الظهير الأيسر سيكون أحمد فتحي، ظهير أيمن أحمد المحمدي. في الوسط المدافع طارق حامد والنني. في الأمام عبد الله السعيد ومحمد صلاح تريزيجيه، ومن ممكن يكون رمضان صبحي سترايكر صريح، أو يكون هناك تبديل ليكون تريزيجيه مكان محمد صلاح، ويكون محمد صلاح في الأمام ورمضان صبحي يكون في الجانب الآخر الجانب الأيسر. في سؤال وائل يا أحمد نوير؟ لا، أنا بتأكد بس من جاهزية النني يا كابتن هشام. النني لاعب مهم جدا، ولكن في المباراة دي تحديدا الإصابة بتاعة النني اللي كانت عنده في العانة منها إصابة السمانة، لو مش سليم 100% أنا أفضل إنه ما يشاركش. فبس أتأكد من دي من أحمد يعني، وهو أكدها طبعا في كلامه يعني. محمد سيف، عندك سؤال يا أحمد نوير؟ تريد أن تعرف شيء عن المنتخب المصري؟ سؤال عن وردة، لأن كل برضه في أنباء جاية إن وردة ممكن يكون أساسي بكرة. وردة اللي هيبدأ أو ممكن أو صبحي. واردة وبقوة. ايه؟ اخبار عن وردة حظوظه قائمة وبقوة، وصبحي حظوظه قائمة وبقوة ايضا يعني. في مفاضلة بين الاثنين، لسه الجهاز ما استقرش. في سؤال لاحمد نوير؟ ولكن اذهب الى النقطة التي ذكرها الكابتن وائل جمعة فيما يخص محمد النني. محمد النني لديه رغبة جامحة في اللعب خلال هذه المباراة. هذا ما رأيته بالأمس عندما كان محمد النني يتدرب مع المنتخب في ميران الأمس. ذكر له الطبيب بأن عليه أن يجري حول الملعب. محمد النني قال له: لقد قمت بالجري صباحا، أنا أود أن أكون يعني أن يقوم بالميران بالكرة. ويعني قال له الطبيب: لا عليك أن تجري. جرى محمد النني، ولكن حتى أن الكرة عندما كانت تأتي له كان يذهب إلى الكرة يعني ليصوبها على المرمى. لديه رغبة جامحة في ذلك. ميران اليوم مشاركة في الميران بشكل طبيعي، ولكن هناك يعني أيضا حذر من قبل الجهاز الطبي لمحمد النني.
أحمد، هل فيه قلق من طرف الوفد المصري حول الحكم؟ نحن نعرف أنه المهندس هاني أبو ريدة يعرف جيدا أوساط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويعرف جيدا الحكام، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن إفريقيا. فهل فيه نوعا ما من القلق من طرف الوفد؟ لا أعتقد أنه في قلق من طرف الفريق ومن طرف اللاعبين، لأنه اللاعبين متعودين على كل الحالات في إفريقيا، سواء كان مع الأندية أو مع المنتخب المصري. لكن فيما يتعلق بالوفد المصري، زميلي هشام، أؤكد لك أنه لا حديث عن هذا الأمر. الحديث فقط عن التركيز في الإصابات المتواجدة، التركيز في التشكيل ولا كلمة على الحكم، ولا كلمة كبر المباراة، التشكيل في الخطة، التشكيل في تركيز اللاعبين، ولا كلمة على الحكم. يعني أنا من خلال تواجدي يعني مع المنتخب لا يوجد أي كلام عن هذا الأمر. مش المنتخب، أنا ما أتحدث عن المنتخب. مع بعضهم بقى، يعني أنا هفضل صعب وأنه كوبر وأن اللاعبين يتحدثوا على الحكم، صعب جدا. هذا لا ننتظر ذلك، لكن في وفد عادي جدا، وأنه الله يفتح عليك عند تعيين الحكم في تعليق على الحكم. قولوا الحكم، هذا الحكم ليه، الحكم هذا ليه، مش الحكم هذا، في قلق منه، ما فيش قلق منه، بيصير يعني عادي، ما هوش تذمر، وانما تساؤلات تحصل في افريقيا عادي جدا، خاصة وانه هذا الحكم كانت عنده لقطة مع المنتخب المصري سابقا. فلذا ربما يتساءلون يقولون لماذا ولا يعترضون على الحكم. في تساؤلات تحصل. انت ما سمعتش؟ اوكي. في سؤال من الفتحي المولدي، تفضل. سؤال فقط، ما هي وانت على عين المكان احمد حضور الجماهير المصرية؟ هل هناك حضور جماهير مصرية او امكانية حضور؟ الاخبار اللي عنده، هل سيكون هناك تواجد للجماهير المصرية؟ نعم، ما ذكر خلال اليومين الماضيين أو الثلاثة أيام الماضية أن المنتخب جاري تجهيز 4 طائرات ثم 3 طائرات، ثم الأمر استقر على أن هناك طائرة ستأتي غدا بإذن الله رفقة جماهير، وهذه الجماهير ستحضر المباراة ثم ستعود بعد ذلك في أعقاب المباراة، ولن يبيتون هنا لن يبيتوا هنا في ليبروفيل. هذا هو آخر كلام ما قيل، آخر كلام حتى الآن، أن هناك طائرة ستأتي غدا بإذن الله رفقة جماهير، والجماهير ستحضر المباراة وتذهب بعد ذلك تعود إلى القاهرة. لا تكون هالطيارة اللي بترجع المنتخب. أود أن أذكر شيئا، هناك جالية كبيرة من الجالية العربية الموجودة هنا، توانسة، جزائريين، مغربيين، لبنانيين، إضافة إلى بعض المصريين من الجالية المصرية المتواجدة هنا، الجميع على قلب رجل واحد. يعني تلاقيت مع الكثير منهم سيكونون يعني في مؤازرة للمنتخب المصري، بل إن البعض جاء اليوم ووقفوا هنا لالتقاط الصور مع المنتخب المصري أثناء كم عدد هالجالية؟ كم عدد هالجالية تقريبا، يعني اللي ممكن أن تشجع وتؤازر مصر في هذا الدور النهائي؟ يعني هي تقريبا يعني هم 20,000 يعني المتواجدون، ولكن من سيحضر منهم يعني لا أحد يستطيع أن يعلم، ولكن على الأقل ممكن يتواجد يعني 2000 3 يعني، وهذا سيكون أمر جيد يعني لم نشهده خلال المباريات الماضية. عندك سؤال من جمال الصيف، زميلنا الإعلامي من المغرب. تفضل جمال. أنا سؤالي هو في البداية أريد أن أسأل بخصوص يعني الجاليات العربية. السؤال أطرحه بصيغة أخرى، هل المسؤول الاتحاد المصري يتحركون من أجل حشد الجاليات العربية للحضور في الملعب؟ ما نتصورش. سمعت السؤال أحمد؟ لا. قلت هل المسؤول الاتحاد المصري يعني يعملون من أجل حشد حضور الجاليات العربية في مباراة النهائية؟ لا، ما هو الإجابة لا. ها؟ الإجابة لا. الإجابة لا، ولا ما عندكش علم؟
لا هيتحرك مين بيتحرك عشان يروح يجيب الجاليات يعني؟ لا طبعا. الجاليات الموجوده والجاليات الموجوده هنا في ليبروفيل هي تاتي ويعني يجمعوا يعني يجتمعون ويقومون بشراء التذاكر ويذهبون الى المباريات. يعني لا يوجد احد من الاعضاء البعثه مثلا يعني يذهب ل يعني اعطاء تذاكر لاحد من الجاليات او لان الامر صعب يعني. اين سيلاقونهم يعني او اين سيكونون متاحين بالنسبه لهم يعني. طيب ما فيش تحرك. طيب شكرا ليك احمد نوير. واحسن حاجه احمد نوير خليه مع المنتخب بس.